صباح الصباح يا دكتورة. لما بنسمع اسم جوني ديب اول صورة بتيجي في خيالنا هي جاك سبارو، مش الممثل، الكاركتر بمشيته المخلوعة ولزماته اللي مش مفهومة. النوع ده من الممثلين مش بس بيمثل دور، ده بيبني كيان من لحم ودم، بيخترع انسان ملوش وجود غير في خياله هو. بس هل سألت نفسك قبل كده مين في السينما المصرية قدر يوصل للمرحلة دي؟ مين الممثل اللي لما لبس الشخصية لغى وجوده الحقيقي وقدم لنا كاركتر كامل مكمل؟ النهاردة هنتكلم عن عباقرة التقمص في مصر، الناس اللي فبركوا شخصيات بقت عايشة وسطنا اكتر منهم. انا حابب بس انوه تنويهين قبل ما ابدأ القايمة مكونة من 7 كاركترات، فايا يكن الكاركتر اللي انت بتحبه السابع او الاول، هو مش فيش حد افضل من حد، هي القايمة لمجرد العدد مش اكتر. تاني تنويه هو ان انا جبت لكل ممثل كاركتر واحد في القايمة، فلو حابين مستقبلا ان انا اعمل جزء تاني من الحلقة دي قولولي في الكومنتات. نبدأ بكبير المنطقة محمود عبد العزيز في دور عبد الملك زرزور في ابراهيم الابيض. هنا محمود عبد العزيز ما عملش دور بلطجي، هو عمل اله شر. زرزور هو الشخصية اللي بتخوفك بنبرة صوتها الهادية أكتر من زعائها، البحة اللي في الصوت، المشية اللي فيها تقل جبال، والنظرة اللي بتقولك إن هو عارف كل حاجة. زرزور مش مجرد دور، ده أيقونة الرعب النفسي في السينما المصرية. نخش على تاني كاركتر معانا هو أحمد مكي في دور حزلقوم. لو في جايزة لأغرب كاركتر اتخلق من الصفر هتروح لحزلقوم. أحمد مكي حرفيا اخترع كائن فضائي مصري، طقم السنان، الشعر البرتقاني، وطريقة الكلام اللي فيها براءة ساذجة مع ذكاء فطري غريب. ميكي هنا ما كانش بيمثل، ميكي كان بيتحول لحزلقوم لدرجة ان حزلقوم بقى براند لوحده بعيدا عن ميكي. نخش على رقم 3 وهو علاء ولي الدين في دور جواهر. علاء ولي الدين الله يرحمه عمل في فيلم الناظر معجزة، شخصية جواهر مش مجرد راجل لابس فستان. بص على تكبير العين، حركة الشفايف، وطريقة قعدة الست المصرية اللي شخصيتها قوية. علاء ولي الدين ما كانش بيقلد ست، هو جسد روح المديرة المصرية الصارمة بتفاصيل مذهلة تخليك تنسى انه راجل. نخش بقى على رابع كاركتر معانا وهو احمد ادم في شخصية القرموطي. احمد ادم قدم كاركتر المنظراتي اللي بيعرف في كل حاجة. القرموطي شخصية الفيزيكال بتاعها غريب جدا، الشنب وحركة الايدين والشعر. القرموطي هو النموذج المثالي للمواطن اللي عنده حل لكل مشاكل الكوكب وهو قاعد على الكنبة، واتبنى بذكاء يخليه يعيش معانا سنين. نخش بقى على الشخصية الخامسة معانا وهو أحمد أمين في رفعت إسماعيل. مش عارف بالظبط إذا كانت الشخصية دي تعتبر من شخصيات الكاركتر ولا لأ، بس قلت أحطها لأن ما أظنش إن ده أحمد أمين. أحمد أمين في دور رفعت إسماعيل هنا خلع عباءة الكوميديا ولبس شخصية الرجل الضئيل، الانحناء اللي في ظهره، طريقة ماسكه للسيجارة، السرحان الدائم، وصوته اللي طالع بوهن وتعب. أحمد أمين بنى كاركتر المنحوس المثقف بعبقرية خلت جمهور الروايات يصدق إن ده رفعت إسماعيل وخرج من الرواية. نخش بقى على الكاركتر السادس هو محمد سعد في شخصية بوحة. بعيدا عن الليمبي، بوحة كاركتر متقفل بالملي، طريقة الكلام اللي بتطلع من الزور، حركة الرقبة اللي بتتحرك مع كل جملة، والمصطلحات اللي بقت لغة الشارع. محمد سعد في بوحة قدم لنا فيزيكال انرجي او طاقة جسدية نادرة لما بتشوفها عند ممثل، خلت الشخصية تسونامي كوميديا. نخش بقى على الكاركتر السابع معانا وهي دنيا سمير غانم في لهفة. بعيدا عن الهجوم اللي تعرضت له في اخر حلقة بسبب حلقة دنيا سمير غانم، بس دلوقتي هنتكلم عن الكاركتر بس. دنيا سمير غانم في لهفة عملت بيرسونا متكاملة، البنت اللي عايزة تبقى فاشونيستا او عايزة تمثل او عايزة ترقص وهي من منطقة شعبية. التفاصيل هنا في الريتم، طريقة الكلام السريعة، حركة الايد اللي بتظبط الشعر الخيالي، والطموح اللي باين في عينيها. لهفة هي اكتر كاركتر مودرن اتبنى بتفاصيل دقيقة في السنين الاخيرة. ال7 شخصيات دول بيجمعهم حاجة واحدة، التفاصيل. الممثل مفكرش في شكله هيطلع ازاي، هو فكر الكاركتر بياكل ايه، بيمشي ازاي، وبيخاف من ايه. دول اللي بنسميهم صناع الهوية في السينما. تفتكر مين الشخصية التامنة اللي تستحق تنضم للقايمة؟ او لو عايزين زي ما قلتلكوا اعمل جزء تاني من الحلقة اكتبوا لي في الكومنتات. و فركش.